مسيح الدجال خلاص هيظهر خلال ايام، ده عشان منسوب المياه في بحيره طبريه ابتدى يقل. انخفاض الميه في البحيره دي دليل وعلامه على ظهور الدجال. تعالوا بقى نعرف الكلام ده صح ولا غلط. قصه اخرجها الامام مسلم في صحيحه عن حديث صحابي جليل اسمه تميم الداري. تميم الداري قابل المسيح الدجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال ساله بعض الاسئله، ساله عن الماء في بحيره طبريه. الصحابي قال له ان ماءها كثير. الدجال رد على الصحابي وقال ان ماءها يوشك ان يذهب، يعني اللي هو البحيره دي هتجف. خلاص منسوب المياه في البحيره دي ابتدى يقل وخلاص الدجال ظهر. الكلام ده ملهوش اي اساس من الصحه. تعال احكي لك ليه. اول حاجه لازم تعرف ان بعض العلماء ضعفوا الحديث ده، لكن انا بميل لكتير من العلماء اللي صححوا الحديث ده. لكن على صحه الحديث لازم تعرف ان مفيش اي ربط بين انخفاض الميه في البحيره وبين ظهور الدجال. هو الدجال قال ان الميه في البحيره دي هتختفي، لكن ما جعلش اختفاء المياه دي دليل وعلامه على ظهوره. ياجوج وماجوج هم اللي لما يظهروا ويمروا على البحيره دي هيشربوا ماءها. اقول لك بقى مفاجاه، ان موضوع انخفاض الميه في البحيره دي ما هو الا مجرد اشاعه. تقدر تكتب في البحث ارتفاع منسوب المياه في بحيره طبريه وهتلاقي 1000 خبر على ان الميه بترتفع مش بتنخفض في بحيره طبريه. لكن الكلام الصحيح ان يوم القيامه بالفعل اقترب، لان ربنا قال كده: اقتربت الساعه وانشق القمر. ان حتى لو قيام الساعه فاضل له مئات السنين، فقيامتي وقيامتك في يوم موتنا. ساعه الموت ممكن تاتينا دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي. عشان كده لازم نكون مستعدين للقاء الله في كل لحظه، مش عشان منسوب المياه ارتفع او قل في بحيره. خليك مؤمن قوي، ما تربطش ايمانك باشاعات. خليك دايما متحضر للقاء الله. تنقل الفيديو ده لغيرك عشان الكل يستفاد. لما تيجي تاكل وانت قافل بقك ومن غير صوت، مش تاكل كده، لا لا لا، هديك على وشك. لما تيجي تشرب طبعا بتسمي الله وبتشرب من غير صوت. تشرب كده، القرف ده، هديك على وشك. المؤمن بجد لازم يكون بيتخلق باخلاقيات الطعام والشراب. من جمله اخلاقيات الطعام والشراب انك ما تقرفش اللي قدامك، انك لو قرفت اللي قدامك ممكن يكون زيه وهيديك على وشك. اخلاقيات النبي واداب المسلم انه يكون رقيق ولطيف وما يقرفش حد ولا يخلي الناس تنفر منه وهو بياكل او بيشرب. واذا كان النبي امرنا اللي احنا نحط ايدينا على بقنا وقت ما نتاوب عشان ما يظهرش منظرنا بمظهر غير لائق قدام الناس، فبرضه ما ينفعش تعمل صوت وانت بتاكل او بتشرب، وده عشان تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يديك على وشك. فتحت باب الاسانسير لقيت واحده لوحدها، ما تدخلش لان دي خلوه غير شرعيه. وما اجتمع رجل وامراه الا وكان ثالثهما الشيطان. طب انت يا طماطم جوه الاسانسير ولقيتي واحد بكس فتح الاسانسير لاكل وحدك ودخل، اخرجي انت من الاسانسير واديله واحده كده من فوق لتحت.